السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا حبايب جروب أم حمزة للتسويق، أهلا ومرحبا بكم في جروبنا أم حمزة للتسويق. يا جماعة العرض ده رهيب والله، صدقوني ما هيتكرر تاني. في عرض على المكنسة غسيل السجاد الهوفر بلاتينيوم سمارت. عرض والله بأمانة أنا ما شفتوش قبل كده. العرض ده تقريبا نازل لمدة يومين، اللي لسه متردد اللي لسه بيفكر وياخد قرار فورا، لان فعلا السعر ده مميز. الهوفر بلاتينيوم سمارت دي يا جماعة مكنسة لغسيل السجاد وغسيل الكنب والستاير والمفروشات. ده بتيجي بموتور 1200 واط. طبعا قوي اقوى من البسيل، لان البسيل معظمه بيجي 800 واط. فيها زرار لتجفيف السجاد، اللي هو الزرار اللي طالع في الصورة ده. بتيجي باتنين تانك للمية النظيفة بسعة 3.75، يعني تقريبا 4 لتر إلا ربع. وتانك للمية القذرة اللي بتجمع المية القذرة برضو 3.75. طبعا هي سهلة الفك والتنظيف، ودي شكل الفرش بتاعتها اللي بتغسل السجاد وبتدعكه. بتيجي بصفين فرش، عكس الموديلات القديمة اللي كانت بتيجي بصف واحد فقط. دول صفين فرش. وطبعا دي الرشاشات اللي بتضخ المية والمسحوق. طبعا انتوا عارفين طريقة غسيل السجاد او كنس السجاد ازاي. بيبقى عبارة عن ان انت بتمشي لقدام، فاول ما انت بتمشي قدام المكنسة دي السمارت، عشان كده بيقولوا عليها سمارت، بتبدأ تضخ المية والمسحوق. اول ما ترجع بظهرك تبدأ هي تشفط المية اللي ضختها، طبعا بعد ما تكون دعكت السجادة. وطبعا المية تكون اتوسخت، فهي تبدأ تشفط المية دي. طبعا بتيجي معاها دي الفرشة الدائرية اللي بتلف، فتقدر تدعك بيها بقى لو في بقعة قوية موجودة في السجاد. وفي طبعا رشاش بتضخ كمان معاه المسحوق. زي ما انتم شايفين مثلا هنا مثلا سائل وقع، بتبدأ من خلال الفرشة الدائرية دي تدعك اهو. هو هنا بيقول لك بقى لما بتمشي قدام تعمل ووش، تبدأ تغسل، ولما ترجع ورا تبدأ تشفط المية وتجفف. طبعا هنا بقى استخدام الفرشة الدائرية لتنظيف الكنب والمفروشات. زي ما انتم شايفين كده من خلالها في مفتاح هنا بنبدأ نضخ من خلاله السائل، والفرشة الدائرية اللي هو المسحوق بتاع الغسيل يعني. والفرشة الدائرية تبدأ تلف وهي تدعك مكان البقعة او تنظف الجهاز الكنبة، وبعدين نقدر نشفطها. طبعا ده شكلها كده على الطبيعة زي ما انتم شايفين. التانك اللي عليه الخط الازرق ده التانك بتاع المية النظيفة اللي هو العلوي. والتانك السفلي ده اللي بيشفط المية القذرة. وفي تانك لخلف الورا، ده تانك منفصل بنحط فيه المسحوق. هي طبعا اقتصادية وعملية. وده شكل صفين الفرش على الطبيعة. شايفين اليد الزرقاء دي، ده بنشدها من خلالها بنشيل الغطا الشفاف اللي فوق الفرش ده، عشان لو نحب ننظف الفرش او نغسلها، عشان لو في شعر من السجاد لافف حواليها. طبعا دول الثلاث فرش اللي بيجوا معاها. اللي على الشمال دي يا جماعه الفرشه الدائريه. ميزه الفرشه الدائريه يا جماعه انها بتلف، فتريحك انت ما تقعديش تحركي بايدك وتتعاجي السجاده زي البسيل. ما فيهاش للاسف، البسيل ما فيهاش الفرشه الدائريه دي، فبتضطر انت بقى تدعكي وايدك توجعك، الايديا بتوجعها، بيبقى العمليه صعبه عليها. لكن الفرشه الدائريه دي مجرد ان انت بتثبتيها على البقعه وهي تبدا تدعك البقعه في حد ذاتها. في كمان الفرشه الثابته اللي زي البسيل كده، هي اللي على اليمين دي. وبيجي معاها الفرشه البيضه دي. في فرشه سيليكون لبعض انواع الاسطح، الحاجات اللي ممكن الفرشه النايلون القويه تاثر عليها. في الفرشه السيليكون طبعا بيجي معاها عبوتين سائل 250 ملي، يعني بيجي معاها عبوتين سائل مسحوق 500 نص لتر بمعنى اصح، على عبوتين 250 ملي. عرض رهيب يا جماعة. العرض ده مش هيتكرر تاني. انا والله بنصحكم لوجه الله، حابين تتعاملوا معانا تتعاملوا مع جروبات تانية يعني، بس فعلا نازل عليها سعر اليومين دول عرض رهيب مش هيتكرر تاني. الهوفر بلاتينيوم زي ما قلنا لكم، ده شكلها في معرضنا في حلوان. هي طبعا بتحجزوا بعربون وخلال 20 يوم توصل. تقدروا تتواصلوا معانا من خلال رقمنا على الواتساب 010 1383 0875. ده أسرع وسيلة اتصال بينا. اللي حابب يتواصل معانا بسرعة يبعت لنا
على رقمنا على الواتس. الكومنتات للأسف بتاعت اليوتيوب بنرد عليها متأخر شوية، اللي حابب يتواصل معانا على طول على رقمنا على الواتساب 010 13 83 0875 13 83 0875. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.